أهلا بكم من جديد. النهاردة يمكن عنوان الفيديو بتاعنا مثير شوية لأنه داخل في منطقة الرومانسية عند الستات، فربنا يستر علينا من الفيديو دوت ويعدي على خير. هنقول أول حاجة علامات الحب عند النساء والحب الأول على وجه الخصوص يعني. هنقول في البداية الست بتصبح خجولة أمام حبيبها يعني أو الشخص اللي بتحبه، بتحس بخجل شديد لما بتشوفه أو بتقعد معاه. بتهتم بمظهرها الخارجي، بتبتدي تهتم بقى بمكياجها، بلبسها، بالتفاصيل بقى الخاصة بيها كست. بتهتم بيها بشكل مبالغ فيه يعني لما بتتعرض طبعا للمشاعر دي. بتغار عليه بشدة يعني. أي حد بقى يكلمه شافته بيكلم حد بتبتدي بقى الحاجات دي بتبان للمحيطين يعني بيها. بتقدم له المساعدة والعون دائما، يعني لو محتاج أي حاجة ما بتتأخرش عنه يعني. طبعا ممكن تاخد المبادرة إن هي تتكلم معاه يعني. برضو دي من الحاجات اللي هي إيه الحب بيخلي فيه جراءة شوية. في بقى علامات الحب عند النساء بقى في علم النفس. علم النفس بيقول إن هي بتتقبل أعذاره وأخطائه مهما كانت أخطائه. ما عندهاش مشكلة خالص، ما بتزعلش منه نهائي. تاني حاجة بتشعر بالسعادة كلما ذكر اسمه أمامها، يعني مجرد ذكر اسمه بيسعدها جدا وبيخليها تحس بمشاعر فيها نوع من المتعة والسعادة يعني الشديدة. تالت حاجة بتتحمل المصاعب من أجل البقاء معه، يعني مهما تكون الأمور فيها قلق بسبب الشخص ده وعلاقتها بالشخص دوت، بتصر عليه بتتحمل أي كلام أو أي حاجة أو أي انتقاد عشان تفضل جنبه وتفضل معاه. تصرفاتها بتكون أكثر طفولية، يعني بتبقى زي الطفلة الصغيرة بسبب حبها ليه يعني. كمان آخر حاجة بتتقصى أخباره وتسأل عنه كثيرا، طول الوقت عايزة تعرف أخباره، راح فين، جه منين، موجود فين، عامل ايه دلوقتي كده يعني. طول ما هو مش قدامها بتبقى حابة تعرف هو دلوقتي بيعمل ايه. في بقى علامات الحب الجسدية عند الستات بقى أو عند النساء. لا تستطيع النظر فترة طويلة في عينه. ده موضوع بيبقى صعب عليها شوية بسبب الحب، ما تقدرش تثبت عينيها في عينيه يعني. ده موضوع بيبقى صعب عليها جدا يعني. اللي هو مرتبط بالخجل اللي قلنا قبل كده. مداعبة الشعر بيديها، تلعب بصوابعها كده في شعرها بسبب هيمانة بقى فيه وسرحانة فيه. آه، في بقى الست اللي هي بتبقى جريئة شوية بترسل بقى إشارات كده صريحة للراجل، زي مثلا الغمز، إن هي تغمز له، أو تمرير اليد على الأجزاء المكشوفة من الجسم زي رجليها مثلا يعني لو لابسة حاجة قصيرة. فدي بتحاول مش توصل له إن هي بتحبه، دي بتحاول تغريه يعني. وإبراز المفاتن بقى بطريقة ملفتة توحي باكتمال الأنوثة، إن أنا ست مكتملة الأنوثة يعني، بتحاول تجري بالأمور الجسدية يعني. إغلاق الشفتين أو فتح الفم قليلا. كل دي حاجات طبعا الستات عارفينها يعني من الأسلحة الفتاكة عندهم. ولعق الشفاه. كل دي أمور بتحاول تعملها عشان توقع الراجل، وطبعا الراجل بيقع على وشه يعني. في بقى حقائق يجب أن تعرفها كل بنت عن الحب الأول. إيه هي الحاجات دي؟ أول حاجة، أجمل ما في الحب الأول هو ذكرياته. تمام. يعني مش لازم نبص إن انتهى بفراق أو كده، لأ، يعني بنبص للحظات الجميلة اللي أنا استمتعت بيها في الفترة اللي أنا كنت هيمانة فيها مع شخص في وقت المراهقة أو فترة الحب الأول. مهما كان مقدار الألم سينتهي بصمت مثل ما بدأ. تالت حاجة، لا تستخدميه كمقياس في علاقاتك القادمة. تمام، لأن ده مش شرط يعني إن انت تحاولي تقارني طول الوقت في فترة الحب الأول ده بالحب اللي هيجي بعد كده، لأن هنشوف دلوقتي إن في مشاعر تانية تعيشها البنت أو الست في المستقبل يعني. كمان الحب الأول هو هنقول إن هو الأجمل لكن مش الأقوى يعني. هنشوف بعد كده إيه هو الحب الأقوى.
هو الحب طبعًا اللي بييجي بعد الجواز وهنشوفه بالتفصيل دلوقتي. بنسبة كبيرة الحب الأول لن يكون الأخير، كده هتقابلي بعد كده مشاعر تانية هتكون أكثر بقى صدقًا وأكثر قوة، ممكن تكون أقل في الرومانسية لكن أكثر بقى قوة، هيبقى فيها اهتمام واحتواء وقصة كبيرة جدًا اللي هي بقى ما بعد الجواز يعني. في سؤال برضه يعني بيقول الحب الأول وهم والّا حقيقة؟ يعني معظم الخبراء والعلماء أكدوا إن الحب الأول بنسبة كبيرة هيكون وهمي. آه، والدليل على دوت إن هتتأكدي من دوت طبعا لما تقابلي الشريك بتاع حياتك أو زوجك أو زوج المستقبل اللي هياخدك بقى من الوهم دوت يوصلك للحقيقة، الحب بقى الحقيقي. في تساؤل برضو مهم، هل تنسى الست حبها الأول بعد الجواز؟ يعني ده شيء محتاج إجابة يعني. هنقول إن في حالة حدوث توافق بعد الزواج ومودة وتواصل وانسجام بين الزوجين ووجود حب العشرة، تمام، حب العشرة ده اللي هو أقوى أنواع الحب. لأنه قائم على إيه بقى؟ يعني ده إيه السبب اللي يخليه أقوى أنواع الحب؟ لأنه قائم على أفعال كلا الطرفين، تمام؟ يعني كل طرف بيحاول يسعد التاني على قد ما يقدر بالأفعال مش بالرومانسيات والكلام وكده. فطبعا بالتالي كل ما الشخص اللي قدامك بيعمل حاجات تسعدك أو تفرحك أكيد هتتعلقي بيه أكتر. لكن زي ما قلنا إن هو مش حب رومانسي قبل الجواز، لكن وجود طبعا قبول وارتياح ما بين الطرفين بيمهد الطريق لبداية حب جديد. والحب ده بيكون نقول مثلا إن هو أقوى أنواع الحب يعني، لأنه زي ما قلنا قايم على الأفعال مش مجرد الكلام. والدراسات بقى اللي اتعملت حديثا بتؤكد إن الفتاة ممكن تنسى حبها الأول، مفيش مشكلة يعني لو قابلت زي ما قلنا شخص يتعامل معاها ويحتويها ويهتم بيها ويرتبط بيها ويتصرف معاها تصرفات تخليها مع مرور الوقت والسنين إن هي تحب حب حقيقي. فبالتالي هتنسى حبها الأول اللي كان موجود في فترة المراهقة اللي كان كله اندفاع وقوة ومشاعر جياشة يعني. طب في سؤال هنا، لو هي ما قابلتش حد بالمواصفات دي ممكن تنسى الحب الأول من غير ما تقابل حب جديد أو بتاع؟ برضه الدراسات أثبتت إن هي ممكن تنسى حبها الأول في خلال 6 شهور. يعني شبهوا حتى المشاعر بتاعة الحب الأول بحالة وفاة. يعني أي حد بيحصل عنده حالة وفاة بيبقى حزين جدا ومكسور جدا، لكن في خلال 6 شهور نعمة النسيان بتخليه ينسى الأمور دي. نفس القصة الحب الأول في خلال 6 شهور برضو البنت بتبتدي تخرج من الدايرة بتاعة الحزن والقهر والكسرة اللي بتبقى فيها وبتنسى يعني. في سؤال تاني مهم بقى اللي هو هنقول فيه بعض الرجال بقى الست أو المرأة صعب إن هي تنساهم يعني. فالدراسات أثبتت إن في 72% من النساء لا يستطيعن نسيان رجال مدحوا جمالهم وشخصيتهم. طبعا الست صعب إن هي تنسى ملامح راجل أو شكل راجل أو التعامل مع راجل دايما بيمدح في جمالها وفي رشاقتها في شكلها في شخصيتها، صعب جدا إن هي تنساه. وفي 15% بقى من النساء صعب برضو ينسوا راجل عطالهم نصيحة واحدة بس تكون أفادتهم في حياتهم، صعب إنهم ينسوه بنسبة كبيرة يعني بنسبة 15%. وفي 58% من النساء برضو لا يستطيعوا محو رجل رومانسي من ذاكرتهن لأنها نادرة، الرومانسية نادرة جدا. فنتقابل في حياتها راجل رومانسي صعب إن هي تنساه، لأن هي صعب تقابل راجل رومانسي مرة تانية. وبكده يكون ده نهاية الفيديو بتاعنا، ونلتقي بكم من جديد إن شاء الله.